السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم. وحشتوني جدا أولا، وجاي لكم النهاردة بمسألتين حلوين، يا رب يعجبوكم إن شاء الله كده، وهبسطهم على قد ما أقدر كالعادة إن شاء الله، وربنا يكرم كده ويصلح الحال. ونقول بسم الله مع أول مسألة. بتقول تحركت سيارة مسافة قدرها 3 كيلو متر غربا، ثم مسافة إكس كيلو متر شمالا. إكس ده رقم مجهول شمالا. وأخيرا 5 كيلو متر في اتجاه الجنوب الغربي. فإذا علمت أن إزاحة السيارة من نقطة البداية إلى نقطة النهاية تساوي 7 كيلو متر غربا، فما مقدار الإزاحة؟ مسألة لذيذة، واحدة واحدة مع بعض كده عشان خاطر نحلها مظبوط. أهم حاجة في المسائل اللي زي دي الكلامية دي إن أنا أرسمها مظبوط. رسمتها مظبوط خلاص المسألة تعتبر اتحلت. ونقول بسم الله مع بعض. هبتدي من نقطة البداية واحطها واسميها ألف، وبيقول لي تحركت مسافة 3 كيلو متر غربا، أو مراسم ناحية الغرب. أحط اتجاهاتي وارسم ناحية الغرب كده 3 كيلو متر. أرسمها لو على المسطرة عشان تبقى دقيقة كده، وأقدر أطلع منها بحاجة مظبوطة. تمام. وبعد كده إكس شمالا، أو معامل المسافة إكس دي، وأبقى حذر شويتين إن إكس ده أنا مش عارف طولها قد إيه، فأرسمها بالقلم الرصاص كده شوية صغيرة، ما اطولش فيها، وبقى عندي استعداد ومرونة ان انا امسحها لو عرفت من المسألة ان اكس دي هتبقى اقل من كده. تمام. عملت اكس يبقى 3 غربا، وبعدين اكس دي معرفش قد ايه شمالا. تمام. واخيرا 5 كيلو متر في الجنوب الغربي. الجنوب الغربي ده اللي هو ما بين الغرب اللي ناحية الشمال بالنسبة للورقة، وما بين الجنوب اللي هو ناحية تحت او اسفل الورقة بالنسبة برضو للورقة. فانا هوسطن كده ما بينهم واعمل الخط ده. تمام. واسميه ألف ب اللي اتحرك غرب، وب ج اللي هو اكس اللي اتحرك شمال، واخيرا ج د اللي هو في اتجاه الجنوب الغربي، واعمله 5. طيب، ويبقى في مراعاة شوية ان ألف ب ب3، فج د ب5 تبقى اكبر منها حبتين. تمام. الحاجة اللي هتوضح بقى المسألة خالص وتجيب اخرها، بيقول لي فإذا علمت ان ازاحة السيارة من نقطة البداية او الجسم من نقطة البداية الى نقطة النهاية بتساوي 7 كيلومتر غربا. يعني المفروض ان انا عشان اجيب الازاحة اصلا هعلم عند الف انها نقطة البداية بالمسطرة كده، واتحرك ناحية الغرب 7 كيلومتر. اذا هما على خط واحد. يبقى ألف ب مع ألف د على نفس الخط كده. تبقى المسألة واضحة قدامي وأقدر أشتغل عليها. تمام. أقول من هندسة الرسم بسم الله. المفروض إن الإزاحة هي ألف د. تمام. وبيقول لي إنها 7 كيلو. تمام، مفيش مشكلة. طب ألف د ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن ألف ب زائد ب د. تمام. ألف ب من الدال معطى ب3 كيلو، يبقى المفروض ب د بكام؟ طبعا هطرح مثلا الألف ب أبو 3 من الألف د كله أبو 7 يديني 4. يبقى إذا ب د عبارة عن 4 كيلو متر. تمام. أجي أبص كده ألاقي الإكس ده عبارة عن ضلع القايمة في المثلث ج ب د. ضلع القايمة في المثلث ج ب د. الوتر موجود اللي هو ج د ب5 كيلو، وضلع القايمة التاني ب د موجود بكام؟ ب4 كيلو. تمام. إذا فاضل لي ب ج. فلما أجي أجيب ب ج من نظرية فيثاغورس، طبعا هقول له هنا الوتر تربيع. يعني لما اجي اجيب بقى ب ج هقول له ب ج اللي هو الاكس بيساوي الوتر تربيع اللي هو ج د ناقص ضلع القايمة تربيع اللي هو ب د. يبقى 5 تربيع ناقص 4 تربيع. اخد لهم الجذر الاول. طبعا 5 تربيع يبقى ب25 ناقص 4 تربيع تبقى ب16. نطرحهم بعض يبقى جذر ال9، وتبقى عبارة عن كام؟ عبارة عن 3 كيلو متر لما اخد لها الجذر. يبقى اذا الاكس 3 كيلو متر، وطبعا عارفين انها في اتجاه في اتجاه الشمال. وكده مسألتنا خلصت، يا رب تكون واضحة. ونشوف المسألة اللي بعدها. بيقول لي بسم الله الرحمن الرحيم. جسمان يتحركان من السكون في اتجاهين متضادين بعجلة منتظمة. عجلة الأول نصف عجلة الثاني. تمام. عندما يتقابل الجسمان، ما هي السرعة النسبية لأحدهما بالنسبة للآخر؟ ومديني اختيارات. بيقول لي 3 على 4 ج ز، وبيقول لي 2 ج، وبيقول لي 3 ج ز، وبيقول لي 5 ج ز. تمام. مسألة زي دي واضح إنها مكلكعة، وبيقول لي سرعة نسبية ومش سرعة نسبية، ومش مديني أي سرعة لأي جسم ولا أي حاجة خالص. بس أبشركم إنها سهلة جدا كالعادة مع بعضينا. هنبتدي بنقول بسم الله ونحط معطياتنا واحدة واحدة، هنلاقيها سهلة وتتحل معانا.
تمام. بيقول لي جسمان يتحركان من السكون. تمام، يبقى يتحركان من السكون يعني ايه؟ يعني كل عين الابتدائيه لكل واحد فيهم بتساوي صفر. تمام قوي. اقوم راسم الجسمين واسمي الجسم الاولاني جسم واحد والجسم التاني يبقى ايه؟ جسم اتنين، عشان اميزهم من بعض كده بس. تمام. بيقول لي ايه بقى بعد كده؟ عين الاولانيه بصفر، خلاص اتحركت من السكون، تمام مفيش مشكله. وبعدين بيقول لي عجله بيتحركوا بعجله منتظم. تمام. وعجله احدهما نصف عجله الاخر. تمام، يبقى المفروض واحد عجلته جيم والتاني نص جيم. بس انا عشان ما احطش نص وتبقى رقم مش ظريف كده وعايز اتعامل مع سهل، هقول ان مثلا الجسم التاني عجلته، اكتب كده جيم اتنين اللي هي بتاع الجسم التاني بتساوي اتنين جيم، بتساوي اتنين جيم. وتبقى جيم واحد بتاع الجسم الاولاني بجيم. اذا جيم واحد نص جيم اتنين، فعلا دي بجيم ودي بايه؟ باتنين جيم. تمام. طب ايه اتنين جيم وايه جيم وايه الكلام ده؟ انا هتعامل مع العجله كأن جيم دي رقم، ما اقولش بقى جيم دي ايه ومش عارف ايه ورمزه كام ده، لا هي رقم. يبقى واحد جيم اتنين، جيم اتنين بتاع الجسم التاني باتنين جيم، وعجلة الجسم الأولاني اللي هي جيم بتاعته بتساوي ايه؟ بتساوي جيم. خلاص كده تمام. أعوض في قانوني بقى اللي هو قانون ايه؟ قانون العجلة. جيم واحد مثلا بالنسبة للجسم الأولاني بتساوي دلتا عين على دلتا زين. حلو. يعني عين اتنين ناقص عين واحد، تمام، على زين اللي هو ايه؟ الزمن. تمام. أعوض بقى جيم واحد بكام؟ هو مقال لي بجيم. طب وعين اتنين احطها مش عارف ناقص عين واحد بزيرو على زين واحد اللي هي سرعة اللي هي ايه؟ زمن الجسم الاولاني. تمام كده. اذا اول طرفين في وسطين، يبقى عين اتنين اللي هي سرعة الجسم ده بتساوي جيم ايه؟ في زين واحد. نخلي بالنا ان الجسمين دول لما يتحركوا هيبقى زمانهم واحد، يعني زين الاولاني بتساوي زين الايه؟ التاني، فهعوض عنها بزين وخلاص لان هم الاتنين ايه؟ زي بعض. وتبقى المعادلة الاولى اللي موجودة معايا سرعة الجسم التاني دي بحسبها من جيم في زين واحط عليها ايه؟ مربع كده، واقول ان ده معادله رقم واحد. تمام. اروح للجسم التاني بنفس الطريقه اعمل معاه زي ما عملت مع الاولاني. اقول له جيم اتنين او عجله الجسم التاني بتساوي دلتا عين على دلتا زين بتساوي عين اتنين ناقص عين واحد على زين ايه؟ اتنين او على زين. تمام. يبقى جيم اتنين بقى انا كنت فارضها الاول بكام؟ باتنين جي، احطها باتنين جي بتساوي عين اتنين بكام؟ ما اناش عارف، احطها زي ما هي ناقص عين واحد، ما هو بادئ من السكون يبقى بصفر، على زين اتنين اللي هي نفس زين بتاع الجسم الاولاني، يبقى اعملهم زين وخلاص واريح نفسي. تمام كده. وتبقى المعادله اللي معايا اضرب طرفين في وسطين، يبقى عين اتنين اللي هي سرعه الجسم التاني ده بتساوي اتنين جيم في زين. اتنين جيم في ايه؟ في زين. واقوم حاطط برضو ايه؟ مستطيل عليها، واقول دي ايه؟ دي المعادله رقم اتنين. معايا معادله واحد ومعايا معادله اتنين. مين معادله واحد؟ المعادله واحد دي بتجيب سرعه الجسم التاني في اللحظه دي لما يتقابلوا. طيب. والمعادله التانيه بتجيب سرعه الجسم التاني في اللحظه ده هي ذاتها برضه لما يتقابلوا. حلو. يبقى انا معايا سرعه الجسم الاولاني سرعه فعليه ليه، وسرعه الجسم التاني سرعه فعليه ليه. هنروح نجيب بقى واحد يراقب التاني، هنروح نجيب واحد يراقب التاني، فبالتالي تبقى سرعه ايه؟ نسبيه. اعوض ببساطه خالص بالقانون بتاعي. طب هجيب مين بالنسبه لمين؟ انا هعتبر ان واحد اللي ماشي الجسم الاولاني والجسم التاني هو اللي بيراقبه، فيبقى الجسم التاني هو المراقب. وما اجي اجيب السرعه الفعليه تبقى بتاع الجسم الاولاني، فاقول السرعه النسبيه للجسم الاولاني بتساوي السرعه الفعليه للجسم الاولاني زائد سرعه المراقب للجسم الثاني. فاقوم قايل ايه؟ قانون السرعه النسبيه بيقول لي ايه؟ قانون السرعه النسبيه بيقول السرعه النسبيه للجسم بتساوي السرعه الفعليه بتاعت نفس الجسم زائد او ناقص سرعه المراقب. حلو. انا هجيب بالنسبه لمين؟ الاولاني، يبقى السرعه النسبيه للاولاني بتساوي السرعه الفعليه للاولاني برضه. حلو. هما الاثنين فين؟ في ايه؟ في عكس الاتجاه، يبقى الاشاره هتبقى موجب. يبقى نعمل زائد من المراقب الجسم الثاني يبقى سرعه الجسم الثاني. تمام. نعوض بقى باللي احنا طلعناه من المعادله الاولى والمعادله الثانيه. السرعه الفعليه بتاع الجسم الاولاني اللي هي بكام؟ جايبها بكام؟ انا جايبها بجيم زين. والسرعه الفعليه برضو بتاع الجسم الثاني اللي هو اصبح مراقب دلوقتي بكام؟ اصبح مراقب وسرعته 2 جيم زين من المعادله الثانيه، احطها يبقى جيم زين زائد 2 جيم زين، يبقى السرعه النسبيه بتساوي اجمعهم 3 جيم زين. ابص في الاختيارات الاقي فعلا في 3 جيم زين او مختارها. يبقى المساله في الاول والاخر بسيطه، اتعامل كاني بتعامل مع ارقام، احط قوانيني واشتغل عليها، وفي الاخر بتطلع اهي وتبقى سهله ان شاء الله. مفيش اي مشكله. يا رب تكون كانت واضحه. ولو حد محتاج اي حاجه تانية يا ريت تكتبها لي، واشوفكم على خير ان شاء الله في مسائل جديده وفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.